اهلا بيكم يا حبايبي في معلومه جديده على الماشي مع ماما علشان ما ننساش. يلا ابطال الصف الاول الاعدادي اجمعوا معايا ايه معلومه النهارده يا ماما. النهارده هنتكلم عن الافعال والفرق بين الفعل اللازم والفعل المتعدي. تمام. معلومه كده سهله وسريعه. يعني ايه فعل لازم؟ هو الفعل الذي يكتفي بفاعله ولا يحتاج لمفعول به. يبقى الفعل اللازم هو الذي يكتفي بفاعله ولا يحتاج لمفعول به. زي ما اقول ايه، فرح، جلس، قرأ، ذهب. تمام. او نام الطفل في حضن امه. يبقى فعل وفعل مش محتاج مفعول به والجمله تمام. طيب، عاد ابي الى وطنه. فعل وفعل ومش محتاج مفعول به. فرح الناجح، فعل وفعل ومش محتاج مفعول به. الفعل اللازم هو الذي يكتفي بفاعله ولا يحتاج لمفعول به. ندخل بقى على الفعل المتعدي. هو الذي لا يكتفي بفاعله ويتعدى إلى المفعول به. تمام. زي ما أقول إيه، كتب التلميذ الدرس. فعل وفاعل، فعل والفاعل ولازم الايه اللي اتعمل فيه الفعل ده. فعل الكتابه اتعمل في مين؟ في الدرس. يبقى هنا محتاج مفعول به. طب بعرفهم ازاي؟ مهم جدا، سؤال جميل. اعرفه ازاي؟ بفرق ازاي. خلي بالك، عشان افرق بين اللازم والمتعدي بضيف الهاء للفعل. اذا قبلوا بقى ايه؟ بقى متعدي. اذا لم يقبلوا يبقى لازم. او اسال بايه؟ بماذا. زي ما اقول ايه، قرأ احمد القصه. هحط للفعل الهاء. قرأه أحمد. ماشي. طيب، كتب أحمد الدرس. حط الهاء. كتبه أحمد. طب اسأل بماذا، هقول ماذا كتب أحمد. يبقى ده فعل إيه؟ متعدي. برافو عليك. يبقى الفعل تاني المتعدي هو الذي لا يكتفي بمفعوله بفاعله ويتعدى إلى مفعول به. لو عجبتك المعلومة ما تنساش الشير وتفعيل الجرس وشارك صحابك في الفيديو عشان المعلومة تعم على الكل. واستنوني في معلومة جديدة على المشي. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.